In the gentle morning light, where secrets softly play, a woman wakes with love in a sweet and tender way. Her heart sings a melody with whispers of delight. In the warmth of her home, everything feels right. With laughter in the kitchen, in the gentle morning light, where secrets softly play, a woman wakes with love in a sweet and tender way. Her heart sings a melody with whispers of delight. In the warmth of her home, everything feels right. With laughter in the kitchen, she brews the in the gentle morning light, where secrets. السلام الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في صحه جيده. ومبروك عليكم هذا النهار اللي هو اول يوم من العشر ذو الحجه. والله بلغنا العيد الاضحى، لا فاقدين ولا مفقودين باذن الله. والله ييسر لكل واحد ويرزق كل امنيه لاي انسان كيتمناها في هذه الدنيا، في هذه الايام المباركه عند الله سبحانه وتعالى. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. غنبدا معاكم فيديو متغاير على الفيديوهات اللي كنحط لكم ديال الروتينات. وقبل اختي ما غادي نبدا، اول حاجه جيبي لي اختي قهيوتك، ولا جيبي لي اختي اتاي، ولا اللي كتشربي وكتحبيه وحطيه لي اختي حداك، ومره مره شربي ليا وباش نستافدوا مع بعضياتنا. اليوم الفيديو اللي غادي نهضر عليه اختي، واحد المتتبعه خلات لي في التعليقات: عافاك اختي، انا غادي نجي نعيش في السعوديه في مدينه جده، وبغيتك تهضري لي على المعيشه في السعوديه كيف دايره. هي اختي على الراس والعين، وموضوع سؤال زوين اللي عطيتيني نيت باش يستافدوا حتى الناس الاخرين اللي مقبلين على مثلا باغيين يجيو يعيشوا في السعوديه. انا نعطيك عليها فكره. قبل ما غادي نبدا لا فيديو غادي نقدم لكم راسي. انا سميتي باهيه، مقيمه في السعوديه في المدينه المنوره. عندي دابا 5 سنين باش انا عايشه فيها، الحمد لله والشكر لله. متزوجه هنايا. يعني ولات السعوديه كبلدي الثاني، ما كنحسش بانني متغربه. بالعكس، الحمد لله مرتاحه فيها. اللهم لك الحمد. اختي، بالنسبه للسؤال ديالك قلتي كيفاش دايره المعيشه في السعوديه، نجاوبك. المعيشه في السعوديه اختي زوينه، ومتاكده انا 100% غادي تعجبك. فعلا كنقولوا الغربه صعيبه، هذه في البدايه، اول الشهور الاولين من يلاه كتجي، كيجيك داك الشهور الاولين قاصحين، لانك راك جايه من بلاد لبلاد ماشي سهله. خليتي والديك، خليتي عائلتك، خليتي المحيط اللي انت عايشه فيه، خليتي واحد التقاليد وعادات، وجيتي غتعيشي تقاليد اخرى وعادات اخرى. هذه متفقه معك عليها، بشويه كتجي في الاول. فالمعيشه اختي غزاله، من ناحيه الاكل، من ناحيه الشرب، من ناحيه الخروج، من ناحيه التعامل مع الناس ديال هنايا. انا نهضر لك على كل شيء. بالنسبه اختي الناس ديال هاد البلاد، الله يعمرها دار، انا ما غاديش نعمم لك كل شيء. المهم انا الناس اللي عايشه معاهم اللي دابا 5 سنين ما شفت منهم الا الخير والاحسان. ما عمر شي واحد هضر معايا، ما عمر شي واحد اذاني، ما عمر شي واحد زعما قلل مني، ما عمر شي واحد سمعته قال لي شي كلمه اللي غادي تجرحني. الحمد لله. ولكن الله اعلم في المناطق الاخرين ما عارفاش. المهم انا كنهضر عن التجربه ديالي انايا. انا ما نقولش لك كل شيء مزيان، اي بلد فيها الصالح وفيها الطالح، ولكن انا كنشوف داك الشيء اللي شافت عينيا هو اللي غادي نقوله لك. اختي، بالنسبه للمعيشه، اول حاجه الناس ديال هنا الله يعمرها دار، كيحترموا المراه بزاف، كيقدروها، كيعطيوها واحد القيمه. يعني المراه عندهم هنا هي الرقم واحد، كيف ما كنقولوا الرقم واحد عندهم هي المراه. يعني دايرينها، عطينا حاطينها في واحد المرتبه هي الاولى كيف ما كنقولوا. فبالنسبه للمعيشه يعني كاكل وشرب، اللهم لك الحمد، الخير موجود. كاينين اسواق بحال كنقولوا السوق ديال الخضر ديالنا اللي شعبي. كاين فيه الدجاج البلدي، كاين الدجاج الرومي، كاين اللحم، كاين سميتو الخضر، كاين السمك، كاين كل شيء اللي كتبغيه تلقاه هنايا. يعني كاين اسواق،
كاين لي سوبر ماركت مثلا بحال مرجان كارفور، عندنا هنا كاين العتيم، كاين بندا، كاين بن داود، كاين بزاف كارفور، كاين بزاف لي سوبر ماركت هنايا. كاين الرخيص وكاين الغالي بحال في المغرب، كتلقاي مثلا مرجان الاسعار مرتفعه، كتمشي للهري كتلقاي الاسعار شويه منخفضه. حتى هنايا كاين صالات الاقتصاديه، كاين محلات سميتهم ابو خمسه كيبيعوا فيهم داك الشيء رخيص، كل حاجه ب 250 ريال. كتلقاي هادو الاسعار منخفضه، ماشي بحال مثلا نقولوا كارفور. كارفور الاسعار مرتفعه شويه. المهم بحال انا عطيتك غير امثله. بالنسبه للخروج وداك الشيء، اختي كنخرجوا كنسهروا مع البنات. كتجي مثلا انت جايه لجده، الجده راه ما شاء الله راه مدينه كبيره بحال كازا. الا كنتي تيبت كازا، راه كازا هي جده، فيها البحر، فيها الكورنيش، فيها ليمول، فيها الشاليهات، فيها الحدائق، فيها الاسواق. والاسعار ديال الاسواق ديالها منخفضه شويه بالمقارنه مع المدينه ولا مع مكه، لان مكه فيها الكعبه، يعني كيجيوها المعتمرين والحجاج. المدينه فيها قبر الرسول عليه الصلاه والسلام، كيجيوها المعتمرين والحجاج حتى هي، فكيكونوا الاسعار شويه مرتفعين على جده. جده الاسعار منخفضه في الاسواق، مثلا هادشي ديال الملابس وهادشي كيكونوا الاسعار شويه منخفضه، ماشي بحال المدن الاخرين. بحال اللي كنقولوا كازا مثلا، كنقولوا كازا، المدن الاخرين كيجيو يتقداو من كازا. بحالنا حنا دابا مثلا المدينه، الاسواق اللي في المدينه كيمشيو يتقداو من جده، لان جده مدينه اقتصاديه فزوينه، فيها كل شيء. المعيشه غزاله، كاين لهنا، كاين الهدوء. بغيتي الراحه ديال النفس جي لهاد البلاد. بغيتي يعني الهدوء وتعيشي في واحد الاطمئنان، جي لهاد البلاد. ما كاينش اختي اللي يدق عليك، ما كاينش اللي يهضر معاك. خرجي اي وقت بغيتي تخرجي مع الجوج ثلاثه الربعه الخمسه الصباح، ما كاينش اللي يقول لك هذيك السيده فين غاده. سميتو الا جيتي راك غديري صديقاتك مغربيات، تعرفي عليهم، راك انت كتعرفي كتختاري، كتشوفي اللي غيناسبك، يعني المجموعه اللي غتناسبك. كتختاري واحد الصديقات ديالك شي 6 ولا 7 ولا 8 ولا حتى 10، كتعودوا تخرجوا كديروا استراحات مثلا مره في الشهر. انا هادشي اللي كندير. مثلا انا عندي صديقاتي كنخرج معاهم مره في الشهر، كنديروا استراحه اللي هي عباره على فيلا فيها مسبح، كيديروا لك فيها واحد المكبر ديال الصوت، يعني باش كتخدمي الموسيقى. كنشطحوا كنضحكوا كننشطوا. كنديروا واحد مثلا كل وحده كتعطي شويه ديال الفلوس، ونقولوا مثلا غنديروا الشوا، كل وحده كنكلفوا وحده وكنحولوا ليها الفلوس، وكتصايب لينا داكشي، كتجيب لينا مثلا الكبده وداكشي، وكنشويو تما كفنا في ديك الشالي، وكنضحكوا وكنعوموا وكننشطوا، كل وحده كيجي راجلها يديها. يعني زوين بحال هكا. مثلا حنا عندنا الويكاند هو الجمعه والسبت، نتوما عندكم الويكاند هو السبت والحد. حنا بدايه الاسبوع عندنا هي الحد، وانتم عندكم الاثنين. فمثلا ديك الجمعه والسبت كنديروا بروغرام، كنخرجوا الجمعه مع مثلا غاديين خارجين حنا مع البنات الجروب، كنديروا بروغرام فين نمشيو مثلا للحديقه نضحكوا وننشطوا، ولا كنمشيو للمطعم، ولا نمشيو للقهوه، ولا فيما بغاو البنات. يعني الحمد لله العيشه فيها بخير، ما كاين لا تزيار لا داكشي اللي كتسمعي اختي، ما تسمعي لحد، تسمعي لراسك. لحقاش انا كنت كنسمع بان السعوديه كيسدوا عليهم، بان السعوديه ما كيخليهمش يحلوا الشراجم داكشي اختي كله ما كاينش. كاينه الحريه التامه، حلي الشراجم ديال دارك، خرجي. راجلك ما مساليش مشغول، كتاخدي اوبر، كديري تيليشارجي عندك في التليفون، كتطلبي اوبر كيجيك حتى لباب الدار، ما كيهضر معاك، ما كيسلم عليك، ما تسلمي عليه، ما يقولك لا السلام. كتجلسي، كيمشي على حسب اللوكيشن اللي عطيتيه انت فين غاده، كيوصلك مثلا غادا للمول، تيوصلك حدا المول، كتخلصيه. ما كيقولش لك حتى الله يخلف، ما كيهضرش معاك، كيقدروا المراه، ما كيعطينا واحد الاحترام، واحد اش غنقول، واحد التقار بزاف. صافي كيوصلك تخلص كيمشي بحاله. سيري اختي تساري دوري مع راسك حتى تشبعي، ملي تبغي ترجعي لدارك طلبي اوبر يحطك حدا باب دارك، خلصيه طلعي لدارك. اختي كاين اكثر من هذه الحريه؟ راه ما كاينش. هذه الحريه اللي عندنا حنا في المغرب. كتمشي للسوق، كتمشي للقصاريه، كتمشي راه هنا داكشي اللي كاين، كتمشي للقصاريه، كتبغي تمشي للصالون راك كتمشي، كتبغي تمشي مثلا باغا تمشي عضاي في السوق، كتمشي تدوري وترجعي بحال هكاك. حتى حنا هادشي اللي كاين، ما كاين حتى شي حاجه، ما تسمعي حتى واحد. انا عن نفسي نهار اللي بغيت نجي ما سمعت حتى واحد، جيت وشفت بعيني.
انا عيني اللي غتقول لي واش هذيك الحاجه لايقه ليا ولا لا، ولكن الحمد لله، اللهم لك الحمد. بالعكس اختي، جي مرحبا بك، جي غتعجبك جدة وغتعجبك فيها المعيشة وتلاقاي مع بنات مغربيات وتصاحبي معاهم وعودي خرجي معاهم وتوانسي معاهم، وما عمرك غتحسي بالغربة. بالعكس، الكذوب اللي يقول لك تحسي بها، تحسي بها في البداية لأن ما عندكش صحاباتك، باقي ما درتي، ولكن ان فوا ديري صحاباتك ما عمرك بقى تحسي بشي غربة ولا تحسي بأنك انتي راه مثلا راكي في واحد البلاد وبعيدة على داركم. بالعكس الحمد لله دابا ولا كل شيء، ولا ها هو الواتساب، ديري الكاميرا هضري مع داركم من 24 ساعه على 24 ساعه، بقاي طالقه الواتساب وتشقاي وتطيبي وانت كتهضري مع داركم. اش بقى؟ راه ما بقاتش الغربه هذه. الغربه راه هي ملي ما كانش التليفون نهائيا. كانوا الناس بكري زمان، انا اللي كنسمع قال لك راه كانوا كيكتبوا على رسائل يصيفطها لمو ولا باه باش يقول لها راه انا بخير وعلى خير. اما دابا ولا هادشي ديال التواصل الاجتماعي راه ما بقاتش غربه، راه بحال اللي باركه مع داركم وسط داركم، عارفه كل شيء، عارفه اش وقع ديال النهار كامل، امك اش طيبت، اش داروا في الكوتي، اش داروا في العشاء، حتى كينعسوا باش كتقول لهم بالسلامه عليكم. ما بقيتيش تحسي بشي غربه ولا. والمعيشه اختي زوينه، كلشي رخيص الحمد لله، كاين الرخيص وكاين الغلا. قلت لك بغيتي الرخيص راه كتمشي للحلاقه، فيها خضره، فيها ديسير، فيها حوت، فيها كل شيء، فيها فواكه، فيها اللي بغيتي. كاينين عاوتاني محلات ديال الاواني بحال هكا ديال الماعن، راه دايرين على خمسه، راه معروف ابو خمسه، سميتو ابو خمسه، حتى هويا راه 250 ريال. الماعن، الطبسيل، بلاطوات ديال العود اللي بغيتي بحر. كاينين عاوتاني الصاله الاقتصاديه كيبيعوا المواد الغذائيه، داك الشيء رخيص كله، تا هو رخيص. شوفي كل شيء الحمد لله موجود هنايا، كل شيء كل شيء. المعيشه اختي زوينه، انا بعدا كتعجبني المعيشه هنايا. وكيف ما قلت لك انايا كنعتبر هذه البلاد بلادي الثانيه الحمد لله، اللهم لك الحمد، عايشه فيها وكناكل فيها وكنشرب فيها، اللهم لك الحمد. فاختي بلا ما زعما تردي ولا يكون عندك واحد الخوف ولا هذا، بالعكس جي توكلي على الله وجي. شكري، راه هذيك بلاد وهذه بلاد، راه بحال بحال، ما كاينش شي فرق. راه حتى هنا كتاقلمي على التقاليد والعادات ديال هنايا وكتولي تتي وحده منهم تعرفي التقاليد ديالهم كي دايره والطياب ديالهم وصافي، وكتمشي معاهم. كتولي ملي كتمشي للمغرب، كتنزلي للمغرب راه كتولي تقاليد المغرب، وملي كتجينا راه كتولي تقاليد ديال السعوديه. يعني بحال بحال اختي، جي مرحبا بيك وتوكلي على الله. وبالعكس جدة راه غتعجبك بزاف لانها زوينه. وفي عندك مثلا عندك فين تخرجي، شي على قنطتي حتى العشيه، ديري واحد الترموس تاع اتاي واحد الكيك ونزلي انت وراجلك بركي حدا الكورنيش ديال البحر، وبركو بقاي اختي تسمعي لي ديك الاصوات ديال المواج والرجاله دوك الصياده كيصيدوا في الحوت وانتي كتفرجي. بارك الله يجعل البركه فيها البحر. فين تمشي الا بغيتي تعومي كاينين، راه كاينين البحوره تما، كاينه ديال كيعوموا فيهم الناس، ولكن كيعوموا مستورين ماشي بالمايوات، لا تصاحبي مايوات هنا راه ما كاينش داك الشيء، ولكن كيعوموا بالعبايات وكيعوموا. المهم الحمد لله، شوفي كل شيء كاين هنايا، كل شيء، حتى شي حاجه ما ناقصه الحمد لله، اللهم لك الحمد. اختي الا بغيتي تجي مرحبا بك والف مرحبا، وتوكلي على الله كيف ما قلت لك، وجي عيشي حياتك عاديه. انت اصلا غتجي من المغرب انك راكي جايه لواحد البلاد اخرى اللي غادي تستقري فيها انت والزوج ديالك. خاصك هادي تدخلها لدماغك، ماشي تجينا وتبقاي تقولي ندمت وحق الشيطان كيلعبنا، لا وعلاش جيت ندير هنا وخليت بلادي بحال بلادك، بحال هاد على مال هادي نتا دير غتولي بلادك. الا جيتي عشتي فيها راه غتولي بلادك حتى هي. بحال بلادك، بحال البلاد اللي انت جايه عايشه فيها. ما تخليش الشيطان يلعب عليك ويأثر فيك بزاف. وما تاقلميش دغيا، بالعكس دغيا تاقلمي، قلبي على دريات تخرجي معاهم تعرفي عليهم، ديري وحده صاحبتك اللي تكون انتيم ديالك قويه، اللي تكوني قريبه ليها بزاف. والله يا اختي ما تحسي بشي غربه، والله ما تحسي بها. غادي نقول لك اختي الله يسهل عليك والله يوفقك في حياتك يا ربي. واللي بغات تجي للسعوديه راه مرحبا بها، راه بلد زوينه حتى هي، وفيها واحد الراحه واحد الاطمئنان. وتما ليا الصراحه ظريفين، ما نكذبوش، ما نظلموش الناس. راه اي بلاد راه بلادك، وفيها ناس زوينين وفيها ناس خايبين. راه ماشي يعني غتلقى واحد البلاد كلشي فيها مزيان، راه مستحيل، هذه من سابع المستحيلات تلقاي كلشي مزيان، فهمتي؟ فانت كتختاري وكتعرفي مع من تهضري ومع من اللي ما تهضريش، يعني كديري واحد الحدود لنفسك. اما هي راه كلشي البلدان العالم كامل راه فيه الناس اللي مزيانين والناس اللي خايبين. فاللي باغي يجي للسعوديه يجي مرحبا به ويتوكل على الله، راه كلشي بيد الله. الواحد الانسان كيتوكل على الله وكيمشي لديك البلاد وكيعيش فيها، وراه العيشه فيها زوينه،
وفيها التقار وفيها الهدوء، ما كاين لا صداع لا مشاكل لا حتى شي حاجه. فهذا الشيء اللي غنقول لكم، والله يسر لكل واحد. وهنا غادي وكنتمنى نقول هذا لكم الفيديو انني ينال غادي نسد الاعجاب معكم لا ديالكم فيديو. وتستافدوا وقبل منه، ما نسد لا وتستافدوا منه فيديو حتى الاخت اللي خلات لي التعليق حتى هي تستافد منه. وكنطلب منكم انكم ما تنساونيش من لي لايك، لان لي لايك كيخليو لا فيديو ديالي يطلع باش يشوفوه الناس اخرين. هادشي علاش كنطلب منكم ديروا لي لايك وتخليوا لي تعليقات زوينه اللي كتخليني انني نتشجع ونوض باش ندير فيديوهات اخرين، فيديوهات اللي تكون فيهم طاقه ايجابيه وتكون فيهم استفاده ويكونوا روتينات زوينين اللي كيعجبوكم. وكنتمنى من الله ان القناه ديالي تكون عاجباكم، وكنشكر الناس اللي دخلوا عندي جداد تابوناو عندي. الله يحفظكم، الله يستركم كاملين صراحه، ما كتقصروش معايا. وحتى اللي كيديروا لي لايك واللي كيخليوا لي تعليقات زوينه تا هما كنشكرهم بزاف. وهاد القناه الحمد لله هي غاده بشويه بشويه بفضل الله وبفضلكم حتى نتوما المتتبعين ديالي. الله يخليكم ليا. وكنفرح ملي كندخل مثلا نشوف يعني واش تزادوا عندي المتتبعين وكنلقى تزادوا 2 3. فالحمد لله ولله الحمد بان كيبان لي ان القناه ديالي راه غاده مزيان. كيقول لك غير بشويه بشويه حتى يحمل الواد. فصافي هذا الشيء اللي كنقول لكم، وكنشكركم بزاف بزاف، وكنقول لكم مع السلامه الى فيديو جديد باذن الله.